ايه هي مضادات الاكسده؟ مضادات الاكسده دي هي نظام دفاعي ضد ضغط الاكسجين اللي بيحصل بسبب ذرات الاكسجين الشارده، واللي اتكلمنا عنها الفيديو اللي فات. كون مضادات الاكسده دي من انزيمات جسمك بينتجها في الطبيعي زي ما قلت لك الفيديو اللي فات، بتكمل معاها ببعض العناصر الغذائيه اللي بتدخلها في نظامك الغذائي، واللي بتساعد المضادات دي ان هي تقاوم ذرات الاكسجين الشارده. ومضادات الاكسده دي بتشتغل ضد ذرات الاكسجين بشكل موحد او بشكل فردي. واخر الفيديو هتشوف جدول فيه العناصر الغذائيه والفيتامينات اللي ممكن تدخلها في نظامك وبالكميات المحدده ليها، واللي فيها مضادات الاكسده. اتعملت دراسات كتير على تاثير مضادات الاكسده على ذرات الاكسجين الشارده اللي بتنتج عن الاوفر تريننج، والدراسات دي اكدت ان اكلك لعناصر غذائيه فيها مضادات اكسده او اللي بتاخدها من مكملات غذائيه خارجيه بيقلل التلف الناتج عن الاوفر تريننج. اثبتت دراسه ثانيه سرعه الاستشفاء وتقليل الوجع اللي بيحصل للعضلات لما بتدخل في نظامك فيتامين سي بمعدل 3 جرام يوميا. يعني انت لما بتدخل فيتامين سي في يومك، تقليل الوجع والاستشفاء العضلي بعد التمرين بيكون اسرع. واثبتت دراسه ثانيه ان انت لما بتاخد 400 مللي جرام من فيتامين سي بيسرع عمليه الاستشفاء العضلي. وكمان لما بتدخل منطقه الاوفر تريننج، لما بتاخد مضادات اكسده بتقلل الضرر السلبي اللي بيحصل لذرات الاكسجين. وكمان لو خدت فيتامين اي من الاكل او من مصدر خارجي بيأثر بشكل كبير وايجابي على التلف اللي بيحصل للعضلات. خليك عارف ان جسمك ما بينتجش مضادات اكسده بشكل كافي، ولازم تاخدها دايما ضمن نظامك الغذائي، وتدخل اكل فيه فيتامينات زي فيتامين سي وفيتامين اي وبيتا كاروتين، وكمان الاملاح المعدنيه واهمها السيلينيوم والنحاس والمغنيسيوم والصوديوم والزنك. وده اللي معظم الناس ما بتتكلمش فيه في نظامك الغذائي. دايما كله بيركز على الكارب والبروتين والفات وبيهملوا الاملاح والمعادن والفيتامينات اللي لازم تخش ضمن نظامك الغذائي، سواء انت بتاخدها من فاكهه او بتاخدها من اكلات في النظام الغذائي اللي انت بتاخده. لازم تكون حريص في النقطه دي برضو، لان انت جسمك محتاج فيتامينات بشكل يومي. وزي ما قلت لك في اول الفيديو، الجدول ده هتلاقي فيه انواع مضادات الاكسده وموجوده في انهي نوع من الاكل وكمياتها قد ايه. اعمل سيف للفيديو عشان لو احتاجته تلاقيه. ما تنساش تعمل لايك وفولو وحركه الاكسبلور والشير لو انت على الفيس او اليوتيوب عشان غيرك يستفيد. تابع الفيديوهات الجايه وما تنساش تسال عن عرض خصم 70% على التمرين الاونلاين. زي ما قلت لك فيديوهات قبل كده، هعمل لك نظام غذائي حسب امكانياتك وحسب احتياجاتك، عشان اثبت لك ان انت تقدر باقل الامكانيات توصل لنتيجه كويسه او تحافظ على النتيجه اللي انت فيها بدل ما تخسر كل حاجه. كده اكون قلت لك